يلا فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو بتاعنا بسيط قوي وسهل قوي. المشتريات النهارده نزلت السوق، جبت حاجات يعني فعلا السوق يعني بدأ شويه الاسعار تهدى شويه. الفيديو حلو، هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه كده الكرنب بقى، يعني عندي سلمى بقى فتحت بقها بصي الكلام كل يوم محشي، ما بتزهقش من المحشي. لقيت الكرنبايه ب5 جنيه، دي عمرها ما حصلت. قال لي الواحده ب5 جنيه، خدي. اخدت 3، هم مش كبار قوي بس حلوين يعني. وجبت اسماك كده، ان شاء الله هنضفوها مع بعض وهفرزها، يعني هشيل اللي هشيله وهعمل اللي هعمله. اول حاجه كده جبت ليمون ماشي، وجبت فلفل الوان علشان في كذا حاجه كده هعملها. الكيسه دي فاضيه، هي مش فاضيه والله، ده هو اياد اول ما دخلت مسك لي كل ده. بصي الليمون والفلفل الالوان كله في الارض. جبت بصل، انا مش بحب البصل ده ابدا ابدا ابدا، يعني استغفر الله العظيم يا رب. بحب البصل الاحمر، لكن لقيته يعني ب15 جنيه، فجبت 2 كيلو 30 جنيه. والفلفل الالوان اداني يعني ازيد من بصي دول ب15 جنيه، عشان مش فاكره اسعار بصراحه. جبت كده اهو، وجبت خضره المحشي. ما شاء الله بقى خضره المحشي ايه، الربطه بجنيه ونص. جبت 2 كزبره و2 شبت. محطش بقدونس على خضره المحشي، متعلماها من حد. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا للكرنب سلمى دي اكلها كل يوم محشي، بصي ما بتزهقش اما قرفاني. بص دي ب5 جنيه، والله العظيم يعني بجد والله فرحت قوي لما لقيت كده. واحده كمان اهي، جبت 3 ب15 جنيه. وادي واحده كمان اهي، 3 كده ب15 جنيه. والخضره بتاعتهم جبت كمان ب6 جنيه. بص خضره قد ايه، كل دي خضره جايباها للمحشي. انا افتكر في مره رحت اجيب خضره محشي ايام ما كانت الخضره غاليه، جايبه قد دي بس كده اهو 15 جنيه، يعني متهيألي والله اكتر كده. دول كده ب15 جنيه. كده هنا الاسماك بقى، جايبه جمبري وجايبه كمان محرات، يعني هشيله في الفريزر ان شاء الله. وجايبه بوري، هو البوري بحبه مشوي، ومشوي كمان من غير ما افتحه، لان بيبقى فيه دهون. البوري اللي هو البوري يعني في بياعين ما عندهمش ضمير يدوكوا يقولوا لك ده بوري، ويطلع في الاخر مش بوري، حاجه تانية انا مش عارفه اسمها ايه. فجبته النهارده، بحبه بقى مشوي ومش بنضف بطنه، بيبقى فيه دهون كده وجميل قوي لما بتشويه. فانا جبته طبعا هشيله في الفريزر، لازم هنضفه، مش هينفع احطه كده. ممكن بقى اعمله صينيه بصينيه بطاطس، وممكن يعني اشويه برده، بس المهم ان انا هنضفه. ممكن بقى ما اجردهوش، يعني القشره اللي بره دي عشان اشوف بعد كده بقى لو هعمله صينيه هجرده، مش هعمله صينيه هشويه طبعا زي ما هو. وجبت كمان كيلو جندفلي. يلا بينا كده ندخل بقى على التقيل قوي. طبعا المحشي مش هيتعمل النهارده، هو انا جايباه ومش عارفه اعمله امتى بصراحه، يعني بعد ممكن الجمبري. بكره ممكن بعده ممكن بعده، مش عارفه بالظبط هعمله امتى. بس المهم ان انا هنضف الاول السمك، لان كفايه احنا جينا واتغدينا وبصي وكل ده هو في اكياس. يلا بينا كده ندخل بقى على الحوض ونشوف هنضفه ازاي. يلا بقى ندخل على الجد، اللي عدى كله كوم واللي جاي دوت كوم تاني خالص، تنظيف السمك. يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هبدا بها المحرات. المفروض ان هو يعني الراجل بيكون شايل لي القشر، يعني الطبقه دي كلها، الجلده الاخيره دي هو بيكون شايلها ومقطعها، فانا ما خدتش بالي. خد يا يويو. فالمهم هي جامده قوي، يعني مش زي مثلا القراميط ان هتقدري ان انت تسلخيها او تشيليها، لا ناشفه، يعني بشدها جامد كده بتتشدي بصعوبه. المهم يعني ان انا حاولت زي ما انتم شايفين كده يمين وشمال لحد ما شلتها. هي خشنه شويه على فكره، ممكن تتساب وتتقلى بيها، لكن انا عاوزاها كده، يعني مش عاوزه فيها اي طبقه. وكمان دي خشنه شويه، لكن التانية اللي هسيبها دي ناعمه، فمش اشكال ان انت تسيبيها. بعد كده بقى هقطعها التقطيعه اللي انا عاوزاها، وهنقعها بقى في ملح وليمون. يعني النهارده الملح والليمون قايم معانا بالواجب بصراحه. لاخر الفيديو ان شاء الله يكون مكمل معانا. فالتقطيعه دي كده كويسه،
خلاص بقى هسيبهم يتبلوا علشان اشيلهم في الفريزر. قبل ما تطلعيهم هتطلعيهم بس يفكوا وهيكونوا متبلين. ممكن تحطي ليمون تاني، لكن انا بشيله من غير ما اشطفه ولا حاجه، بالليمون زي ما هو. بس كده كده خلاص خلصنا اول حاجة. وملح يعني حوالي نص معلقة كبيرة كده. هدخل على بعد كده البربون. هبدأ برضو انضفه. على فكرة في ناس يعني بتقليه كده زي ما هو، لكن انا اي حاجة بنضفها. ده انا يعني كمان البسارية، شفتي البسارية بتبقى صغنطوطة ازاي؟ بنضفها هي كمان. هبدأ انضفها كده. المهم هعمل لها محلول النقع كمان، ليمون وملح. ما تكتريش ملح علشان ما يهريلكيش السمك. شايفين؟ بالسكينة بقى، عندك فرشة اسنان جديدة كده مش عاوزاها مخصصاها للسمك، براحتك خالص. لكن زي ما انتم شايفين كده بالسكينة. وببدأ السلسلة اللي هي في الظهر دي، اي حاجة فيها كده يعني لون مش عاجبك شيليه. اي حاجة متغيرة قدامك مش حباها شيليها في البطن. يعني انا بخليها بيضة ونضيفة زي ما انتم شايفينها كده. بحاول على قد ما اقدر اختصر. هو الفيديو النهارده عشان فيه مشتريات وفيه تنظيف الاسماك غصب عني طول شوية. يعني احنا متعودين اقصى حاجة 7 دقايق كده، النهارده يعني حوالي 9 دقايق تقريبا يعني. خلاص بعد ما خلصت كده زي ما انتم شايفين نضفت كله وحطيته في محلول النقع بتاعه. اجي بقى للجندفلي. الجندفلي مهم قوي ان انت تنقعيه. لو انت هتعمليه على طول يعني مش اقل من ساعتين تسيبيه في ميه كتيره غزيره كده وسيبيه. هحط له برده ليمون لكن مش هحط له ملح، ليمون بس. وهسيبه في الميه يعني بينزل اي رمله او اي حاجه فيها تبص تلاقيها نزلت. هو ده الغسيل بتاعه، بس ما بيتغسلش اكتر من كده. المهم ان انت تحطيه في ميه يعني وقت طويل. دخلنا بقى على الكوم الكبير. الجمبري تنظيفه سهل، بس هو بياخد وقت يعني شويه، لكن سهل جدا. هقولك على حاجه، اهم حاجه في تنظيف الجمبري. شايفين الخط اللي في الظهر ده كله يعني زي البطن بتاعت السمك بالظبط. اسمه كيس الرملي. فانت تبدأي كده زي ما انا عملته بالظبط كده. اي خلة موجودة عندك وهتحطيها من ورا. شايفة من عند الديل كده ببدأ احطها واشيلها. في الصغير زي ما قلت لك هقشره علشان هعمله بتتبيلة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. هعمله بتتبيلة. يعني هو انا عملته خلاص يعني، لكن والله طعمه كان زي العسل. الكبير هعمله شوربة، والصغير هبدأ انضفه. هشيل بس منه يعني هو بيتقشر معايا بسهولة. هتشوفيه دلوقتي. شايفين يعني اهم حاجة هنا؟ شايفين الكيس الرملي بتيجي من عند الديل كده وبتحطي الخلة بيطلع معاكي على طول. في بقى اي حاجة زيادات يعني الشنبات الطويلة الزيادة دي ببدأ اشيلها، ملهاش لازمة خالص. شايفين التقشيرة اهي بتتلفي معاكي. يعني انتي بتلفيها اول لفة تبصي تلاقيها اتكرت معاكي على طول. الديل طبعا الحته الاخيره دي زي ما انت حابه، عاوزه تشيليها شيليها، عاوزه تسيبيها سيبيها. المهم ان انت هو ده بس تنظيفه ما بياخدش حاجه. انت اللي شلتيه وشلت الزيادات دي خلاص على كده هو خلاص اتنضف. لكن اخد معايا وقت انا زياده علشان زي ما قلت لك الصغير هبدا اخليه. هعمل له بقى محلول الملح ليمون ولا خلي، لا ما بحطش خل خالص على الاسماك، ليمون وملح. خلاص خلصت كله. في القشر بقى مش هرميه، ده القشر اللي نضفته. يعني ده اللي بيخلي الشوربه تقيله كمان. فانا غسلته كويس وحطيته كمان مع الجمبري علشان عاوزين شوربه. يعني زي ما قلت لكم ولادي بيحبوا الشوربه قوي فبعمل شوربه زياده. خلاص كده حطيته بقى في محلول النقع هو كمان. ادخل على البوري، اخر حاجه البوري. البوري زي ما قلت لكم مش عارفه بقى اني هشويه ولا هقليه ولا هعمله في صينيه ولا ايه بالظبط. هو احلى حاجه للبوري الشوي. فبما اني بقى مش عارفه هعمل له ايه، المهم ان انا هنضفه. لكن مش هجرده من ورا علشان لو شويته خلاص لكن لو هعمله صينيه هبدا ساعه ما اجي اعمله على طول اجرده. لكن هشيله في الفريزر ما اقدرش اشيله ببطنه. اي اسماك لازم تنضفيها كويس قبل ما تشيليها في الفريزر. شايفين اي زيادات مش عجباني بشيلها. زي البربوني بالظبط. عندك فرشة برضو بتاعت اسنان هتشيليها على جنب مخصصة للاسماك هتنضفي بيها. لكن انا بالسكينة كده السلسلة الدم اللي بيبقى في سلسلة الظهر دي بشيلها بيها وخلاص على كده. الجمبري اللي خليته ده الجمبري خلاص اللي هسيبه هعمله في شوربة. وادي المحرات كمان والبربون والجندفلي سايباه منقوع كله كده، سايباه منقوع يعني كده. بعد خلاص يعني كنت بقالي نص ساعة سايباهم. يعني طبعا اللي بخلصه كنت بنقعه. فهبدأ أول حاجة عملتها هبدأ دلوقتي أصفيها وأشيلها.
والبوري هنا بوريكم ان هو ازاي يتنضف. خلاص كده كل حاجه بقى هصفيها واشيلها. وكمان غسلت المواعين، ما هو اجباري لازم تغسلي المواعين وتروقي مطبخك بعد التنظيف اللي عملته دوت، لان يعني لو فضل للصبح المطبخ هتقومي تلاقي ريحته مش كويس. يلا ان شاء الله يكون الفيديو بسيط كده وسهل. استنوني في فيديو جديد، اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.